عايزين تعملوا أكلة وتكون تكلفتها بسيطة وموفرة وتكفي من 5 ل6 أفراد. هقولك تعملي الأكلة الجميلة اللذيذة دي ازاي. هتعمليها ب1/4 كيلو من اللحمة المفرومة، وهينتج منها كمية وفيرة إن شاء الله، وهي كفتة داوود باشا. سهلة وبسيطة جدا، أي حد مبتدئ يقدر يعملها بكل سهولة. طبعا الأيام دي وفي الظروف دي والغلا اللي احنا فيه ده شعارنا هو التوفير والتدبير. تابع الفيديو للآخر وإن شاء الله هيفيدك كتير. قبل ما أبدأ الفيديو، أنا أسماء طاهر. أول مرة تشوفوني اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وما تنسوش اللايك. ضروري تفعلوا الجرس علشان يوصل لكم أي فيديو جديد أنا بنزله إن شاء الله. يلا بينا ندخل في وصفتنا على طول. أول حاجة معايا هي 1/4 كيلو من اللحمة المفرومة. هنشوف هنضيف لها ايه دلوقتي. هنضيف نص معلقة صغيرة من بهار لحمة أو 7 بهارات، وكمان نص معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة فلفل اسود وزنجبيل، وهنحط اقل من نص معلقة قرفة. مش نص معلقة مظبوطة، لا اقل شوية. وهنا كنت حطيت توم باودر وبصل باودر، برضو نص معلقة من كل حاجة. واللي بشاور لكم عليه ده بصل، بس انا صفيته من المية بس مش صفيته بالكامل. هقول لكم ليه ما صفيتوش بالكامل، علشان هضيف بقسماط مطحون، فبالتالي هتكون الكفتة بتاعتي محتاجة المية، فمش هصفي البصلة بتاعتي بالكامل. ضفت 3 معالق كبار من البقسماط المطحون. في التصوير ظهر 2 بس انا ضفت 3. اذا حابين تضيفوا بقسماط اكتر مفيش مشكلة، بس ساعتها هنحط البصلة بتاعتنا اول ما نفرمها، هنحطها كده بالمية بتاعتها، مش هنصفي منها اي مية. ملحوظة، البصلة بتاعتي انا عملتها في المبشرة الجزء الناعم خالص، بشرتها فيها. كمان مية البصل مش هنرميها، هقولكم هنعمل ايه بيها دلوقتي. هنا عندي حلة على النار، ضفت لها معلقة من السمن، وبعدين ضفت معلقة من الثوم المفروم، وهبتدي اقلبه لحد ما يصفر معايا. اول ما يصفر عندي هنزل بالصلصة بتاعتي بالشكل ده، وبعدين حطينا مية البصل اللي قلتلكوا عليها مش هنرميها، وبعدين نفس البهارات اللي حطيناها على اللحمة هنحطها هي بالظبط على الصلصة بتاعتنا، اللي هو ملح فلفل اسود زنجبيل لحمة او 7 بهارات قرفة توم باودر بصل باودر، مع اضافة السكر، شوية كده من السكر. هنغطي عليها تتسبك، وبعدين هننزل ببطاطس متقطعة بالشكل اللي انتوا شايفينه مكعبات كده، هننزل بيها على الصلصة، وبعدين هنضيف لها مية، هنضيف للصلصة بتاعتنا مية، وهنغطيها بقى ونسيبها تستوي. وهي بتستوي انا بعمل كرات اللحمة بتاعتي بالشكل اللي هتشوفوه دلوقتي. هناخد قطعة كده، قطع متساوية، وهنكورها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد ما نخلص الكمية بتاعتنا كلها، هنبتدي ان احنا في طاسة على النار هنضيف لها معلقة من السمن، وبعدين هنبتدي ان احنا نعملهم زي نشوحهم فيها وياخدوا تحميرة كده، وكمان هيستووا وهما بيتشوحوا وبياخدوا التحميرة دي بالشكل ده. بين كل فترة والتانية انا بقلبهم، مش بسيبهم علشان ما يتحرقوش معايا. وبعد ما بيستووا معايا وياخدوا اللون والشكل المطلوب بطلعهم على طول. من الناحية التانية انا بتابع البطاطس بتاعتي اذا كانت استوت او لا، وبعدين اول ما بتستوي بنزل على طول بالكفتة بتاعتي. اذا حابين ما تستنوش كتير على البطاطس ان هي تستوي في الصلصة، ملحوظة واحنا بننزل بس الكفتة بننزلها بالبهاريز بتاعتها والكلام الجميل اللي انتوا شايفينه ده. المهم، لو مش عايزين تستنوا كتير على البطاطس في السوا بتاعتها، هتعملوا ايه؟ هتبدأوا الاول ان انتوا تشوحوا وتسووا اللحمة في معلقة من السمن، وبعدين
في نفس السمن ده هتطلعوا الكفتة، وفي نفس السمن ده هتخلوا التومة تصفر، وبعدين هتنزلوا بالصلصة، وبعدين هتنزلوا بقى بالكفتة اللي انتوا كنتوا عاملينها. والبطاطس هنعمل فيها ايه؟ هنكون محمرينها في الزيت عادي خالص زي ما بنحمر بطاطس عادية، وهننزل ساعتها بالكفتة والبطاطس وغلوتين وهنقفل عليهم، هيكون كل حاجة مستوية معانا ومنزلينها على الصلصة متسبكة، فكل حاجة مش هتاخد وقت خالص معانا. في كلتا الحالتين الطريقتين منتهى الروعة والجمال، والطعم في النهاية خرافي. جربوا الطريقة دي وان شاء الله هتعجبكم قوي. وزي ما قلت ان هي بتكفي من 5 ل6 افراد، يعني ما شاء الله ربع كيلو لحمة هتعملوا منه كمية حلوة قوي. تقدري تاكليها بعيش، مع رز، مع مكرونة، زي ما تحبي وحسب ما انت عايزة ايه. كل حاجة من ايدك في الاخر هتبقى حلوة قوي. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ولو عجبك ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب، وباي باي. اشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله.